فيلمنا النهاردة هو فيلم The Wild Robot، الروبوت البري. الفيلم ده من أحلى الأفلام اللي نزلت في 2024، وحقيقي هيأثر فيكم جدا وهيعجبكم. الفيلم لسه بيتذاع في السينمات، لكن نزل بصورة حلوة على الانترنت وتقدروا تشوفوه. تعالوا بقى مع بعض نعرف قصة الفيلم. الفيلم بيحكي عن الروبوت روزوم 7134، وده بيكون اسمها اللي هي متبرمجة عليه، واللي بتقع من الطيارة اللي كانت بتنقلها عن طريق الغلط بسبب إعصار بيحصل في الجو، وبتلاقي نفسها موجودة على شط جزيرة برية. واللي بيقوم بتشغيل الروبوت روزوم هو بعض الحيوانات اللي بيشوفوها وهي موجودة على الشط. وأول ما بتبدأ تشتغل بتبدأ تدور على حد علشان تقدر تساعده، ودي المهمة اللي بتكون أصلا اتصنعت علشانها. فبتبدأ تشوف حيوانات الغابة وإذا كانوا محتاجين منها مساعدة ولا لأ، وبتحاول إنها تتواصل معاهم، لكن ده بالنسبة لها في الأول بيكون مستحيل، لأن هي مش قادرة تحلل اللغة اللي هما بيتكلموا بيها ولا هما كمان فاهمينها. وبنعرف ان الروبوت روزوم بتشتغل بالطاقة الشمسية، فبتقدر تشتغل طول النهار، لكن بالليل بتفصل علشان ترجع تشحن من أول وجديد. كل الحيوانات بيهربوا منها وبيخافوا منها وبيبدأوا يهاجموها، لأنهم بيكونوا فاكرينها وحش وفاكرين إنها عايزة تقتلهم، لكن هي بتبدأ تحلل لغة الحيوانات دي عشان تقدر تتواصل معاهم، وفعلا بتنجح في ده وبتقدر تفهم هما بيقولوا ايه. لكن ده برضو ما منعش الحيوانات إن هما يخافوا ويهربوا منها، وده لأنها بالنسبة لهم جسم غريب وأول مرة يشوفوه. وبسبب البهدلة اللي شافتها في أول يوم ليها بعد التفعيل، اتدمر منها أجزاء كتير وكانت محتاجة إن يتعاد برمجتها من أول وجديد. فحاولت تتواصل مع الشركة الأم بتاعتها، لكن بعض الحيوانات سرقوا جهاز الاتصال بتاعها. وفي الوقت اللي بتحاول فيه رزم إنها تلحق الحيوان علشان تاخد جهاز الاتصال بتاعها وتتواصل مع الشركة الأم، بتلاقي نفسها في مواجهة مع دب كبير وشرس، واللي بيجري وراها وبيحاول إن هو يمسكها، لكن وهي بتجري منه بتتبهدل خالص على الآخر. وفي الوقت ده بتقع على عش طائر وبتكتشف إنها قتلت الطائر ده، لكن بتلاقي بيضة صغيرة للطائر ده وبتقرر إنها تاخدها لأنها مش فاهمة دي إيه أصلا. وبتحاول رازم إنها تستكشف البيضة، وفعلا بتلاقي إن جواها طائر صغير، وبتقرر إنها تحتفظ بيها وتخليها معاها. ولكن في الوقت ده بيظهر فينك الثعلب اللي بيحاول يسرق منها البيضة، لكن هي بتحاول تستردها منه تاني. وبتحصل ما بينهم مطاردة ما بين إن هو عايز ياخد البيضة عشان ياكلها، وهي عايزة تحمي البيضة منه. وبتستمر المطاردة ما بينهم لحد ما فينك بيقع في وضع انه بيكون محتاج مساعدة، وفي الوقت ده روزم بتساعده فعلا من غير حتى ما يطلب منها المساعدة، وده بيخليه يستغربها جدا ويبقى عايز يتعرف عليها. وبعد كده بتفقس بيضة الطائر الصغير اللي أول ما بيشوف روزم قدامه، وده لأنها أول حد يشوفه بعد ما بيخرج من البيضة، بيفتكرها أمه، لكن هي ما بتبقاش فاهمة ده ايه ولا تتعامل معاه ازاي أصلا. وبتحاول رازم انها تسيبه في الغابة وتمشي، لكن هو بيفضل يجري وراها في كل مكان، وده لانه فاكرها امه وما يعرفش حد غيرها. وفي الوقت ده الطائر الصغير بيكسر جهاز الاتصال الخاص بروزم من غير ما يقصد، وبكده هي ما تقدرش تتواصل مع الشركة الام بتاعتها اطلاقا. روزم بتكون مبرمجة على انها تستقبل وتنفذ المهام اللي بتطلب منها من صاحبها. وفي الوقت ده بتقابل الفار الام وولادها، اللي بتبدأ تتكلم معاها على ان الفرخ ده فاكرها امه، وده لانها اول شخص شافها من بعد ما خرج من البيضة، وعلشان كده هو بيجري وراها في كل حتة. وبتبدأ تتكلم معاها ان هي عليها مسؤولية في انها تاخد بالها منه وتأكله وتعلمه ان هو يطير ويعوم، وهي دي المهمة اللي بتكون مطلوبة من كل انها تاخد بالها من ولادها. لكن روزا ما بتبقاش فاهمة اللي بيتقالها، وده لانها اصلا مش امه، لكن بتاخد المهمة وبتبقى مضطرة انها تنفذها، لان اصلا هي متبرمجة على كده، انها تخليه ياكل تعلمه يعوم وازاي يطير. وفعلا بتقرر روزم انها تنفذ المهمات اللي اتطلبت منها، وبعد كده تحاول تلاقي حل علشان ترجع لمقر الشركة الام بتاعتها. وفي الوقت ده بيظهر فينك مرة تانية، واللي بيحاول يساعدها في انها ازاي تاخد بالها من الفرخ ده وتربيه. لكن في الاخر فينك هو ثعلب مكار زي اي ثعلب، وكان بيستغل الروبوت روزم في انها تقدر توفر له هو كمان الاكل وتحميه من الحيوانات. روزم كان حصل فيها عيوب كتير بسبب الصدمات اللي تعرضت لها من أول ما تم تفعيلها، وده خلى أجزاء كتير جواها تبوظ. فبدأت إنها تفكر بطريقة مختلفة عن الطريقة اللي هي متبرمجة بيها، وبدأت تحس بمشاعر تجاه الفرخ اللي هي بتربيه ده. وفعلا نفذت أول مهمة ليها وتعلمت إزاي تقدر تأكله، وكانت المهمة التانية إنها تعلمه إزاي يقدر يعوم. لكن قبل كل ده هي محتاجة أصلا إنها تتعلم إزاي تاخد بالها منه وتحافظ عليه. وطبعا علشان يعملوا ده هم محتاجين ان يكون ليهم بيت آمن في وسط الغابة يعيشوا فيه. وهنا فينك فعلا بيبدأ يعلم رازم ازاي تقدر تبني بيت يعيشوا فيه هما التلاتة ويكونوا في امان في وسط الغابة. وبعد ما بنوا البيت بتبدأ رازم انها تدور على اسم للفرخ ده علشان يقدروا يتكلموا معاه بيه، وبتديله فعلا اسم فيه ارقام زي اسمها، لكن فينك بيقول لها ان مش دي احسن حاجة. وبتقرر وقتها رازم انها تسميه برايت بيل، وبتقوله ان هي كمان من هنا ورايح اسمها هيكون روز.
وبيجي وقت النوم وبيكون برايت بيل خايف ان هو ينام لوحده، ففينك بيعرض عليها ان هي تحكي له قصة، لكن هي طبعا ما بتبقاش فاهمة تعمل ده ازاي. فبيوريها فينك ازاي تقدر تحكي له قصة علشان ينام، وبيناموا هما التلاتة جنب بعض وهما مطمنين. وبيعدي الوقت وبيكبر برايت بيل، لكن بنعرف انه وحيد ومش قادر يكون اي صداقة مع اي حيوان موجود في الغابة، وده لان كل الحيوانات بتخاف منه بسبب ان هو اتربى مع روزم اللي هم شايفين انها وحش. وبعد ما بيكبر برايت بيل بيجي دور ان روز تبدأ تعلمه ازاي يعوم، وبترميه في المية وبتبقى شايفة ان هو كده بيتعلم. لكن وقتها بيقابل سرب من البجع اللي زيه، واللي بيستغربوا جدا الطريقة اللي بيعوم بيها، وده بيخليهم يفهموا ان هي دي البجعة اللي ربتها روز من وهي صغيرة. بيكون واضح جدا على برايت بيل ان حجمه اصغر من كل البجع اللي زيه، وجناحاته كمان اصغر منهم بكتير، وبيتكلموا معاه ان مش دي الطريقة الصح اللي يعوم بيها، وبيتنمروا عليه لان هم شايفين ان وحش هي اللي ربته. لكن بتيجي روز وبتقدر تنقذه في الوقت المناسب. بس للأسف برايت بيل بيعرف من باقي البجع ان روز كانت هي السبب في موت امه حتى لو ما كانش قصدها، وبيزعل منها جدا انها خبت عليه طول الوقت ده. وبعد ما بيمشي برايت بيل ويسيب روز، بتروح للمكان اللي لقت نفسها فيه أول ما وقعت من الطيارة بتاعة الشركة بتاعتها، وبتلاقي روبوتس هناك كتير موجودة زيها، واللي بيكونوا هما كمان وقعوا من الطيارة زي ما هي وقعت، لكن عدى عليهم وقت كبير واتدمروا. وفي الوقت ده بتتكلم مع روبوت من اللي موجودين هناك، وبتعرف ان مكانها مش هنا، وان هي لازم ترجع للشركة الأم بتاعتها علشان تعيد برمجتها من أول وجديد. وبيديها فعلا جهاز الاتصال بتاعه علشان تقدر تتواصل مع الشركة بتاعتها. لكن في الوقت ده فينك بيقنعها انها ما ينفعش تمشي وتسيب برايت بيل، وهو لسه محتاج لها، وهي لسه معلمتوش ازاي يقدر يعوم وازاي يقدر يطير علشان يقدر يهاجر مع السرب بتاعه لما يجي الوقت. وفعلا فينك بيقدر يقنع روز انها ترجع معاه، وبتبدأ تدرس ازاي الطيور بتقدر تطير عشان تقدر هي كمان تعلم برايت بيل انه يقدر يطير بشكل صح. وبتبدأ روز انها تجرب طرق كتيرة جدا مع برايت بيل عشان تعلمه ازاي يقدر يطير، وبتحاول معاه مرة واتنين وتلاتة، لكن برضو ما بيكونوش قادرين، لحد ما بتقرر انها تجيب له مدرس مخصوص يعلمه ازاي يقدر يطير. وبتنجح الخطة فعلا، وبيبدأ برايت بيل يتعلم ازاي يقدر يتحكم في أجنحته ويتحكم في سرعته ويقدر يطير، وبيبدأ يجرب واحدة ورا واحدة لحد ما بيقدر يتقن الطيران. وبيجي الخريف وبيكون ده وقت هجرة سرب البجع، وبيكون برايت بيل مستعد جدا انه يهاجر مع السرب بتاعه، وبيودع روز وفعلا بيقدر يطير مع السرب. لكن روز بتبقى اتعلقت جدا ببرايت بيل ومش قادرة انها تنفصل عنه، وبتكون قلقانة عليه، وبتفضل تراقبه وهو بيطير في السماء، وبتكون زعلانة انها ما قدرتش تقوله انها بتحبه لاخر مرة قبل ما يمشي. وبيجي وقت ان كل الحيوانات بتبدأ تستخبى علشان الشتا جاي. روز بعد ما خلصت مهمتها بتحاول تتواصل مع الشركة بتاعتها علشان تقدر ترجع ويتم برمجتها من أول وجديد، لكن بترجع تاني مرة لفينك علشان تطمن عليه، واللي بتلاقيه رجع لبيتهم القديم اللي كانوا عايشين فيه هما التلاتة، وبيقول لها ان الشتا السنة دي جاي صعب جدا وكل الحيوانات اتدفنت تحت التلج. وبالرغم من ان كل الحيوانات كانوا بيخافوا من روز وبيتعاملوا معاها معاملة وحشة جدا، لكن هي قررت انها تساعدهم كلهم. وفعلا بدأت روز وفينك يدوروا على كل الحيوانات اللي كانوا موجودين في الغابة ويجمعوهم في البيت بتاعهم. في الأول بتبدأ كل الحيوانات إنها تتخانق مع بعض، وده لأنهم ما تعودوش يعيشوا سوا، لكن فينك بيتكلم معاهم وبيقول لهم إنهم في ظروف صعبة ومحتاجين يقفوا مع بعض علشان يقدروا يعدوا منها. وفي الوقت ده ولأن مفيش شمس بتضطر روز إنها تفصل لأنها خلاص ما بقاش عندها طاقة تشتغل. وبيخلص فصل الشتاء وبترجع الشمس تظهر من تاني، وده بيخلي روز ترجع تشتغل لأنها قدرت تشحن طاقتها. وبيرجع سرب البجع مرة تانية للجزيرة. وقتها روز بتجري علشان تشوف برايت بيل وبتبقى مبسوطة جدا انه رجع، وفينك هو كمان بيروح يرحب ببرايت بيل، لكن بتكون روز شايفة انه هو خلاص اتأقلم مع السرب بتاعه وانه ما بقاش محتاجها، لكن هو بيفضل يدور عليها في كل مكان. في الوقت ده بتظهر سفينة تخص الشركة الأم الروز، واللي بيحاولوا انهم ياخدوها مرة تانية على الشركة علشان يعملوا فيها فحوصات ويفهموا ايه اللي خلاها تخرج عن البرمجة بتاعتها، وازاي قدرت يكون ليها طريقة التفكير الخاصة بيها وتجمع كل الذكريات دي. وفي الوقت ده روز بتقبل انها ترجع مع الشركة مرة تانية، وده لانها شايفة ان برايت بيل خلاص ما بقاش محتاجها. لكن في الوقت ده بيظهر برايت بيل وبينده عليها وبيقول لها انه محتاج يتكلم معاها، ففعلا روز بتنزل من السفينة مرة تانية وبتقرر انها تروح له. لكن ده طبعا ما بيعجبش المسؤولين في الشركة، واللي بيبعتوا روبوتس كتير ورا روز علشان يقدروا يرجعوها مرة تانية لمقر الشركة. في الوقت ده باقي الحيوانات بتدافع عن روز، وده علشان يردولها جميل انها ساعدتهم، وبيحصل حريق كبير في الغابة، وفعلا بينجحوا انهم يرجعوا روز للسفينة مرة تانية،
لكن برايت بيل ما بيقدرش يسيبها وبيطير وراها، وبيحاولوا في الوقت ده ان هما يمسحوا ذكريات روز ويرجعوها للبرمجة الطبيعية بتاعتها. وبس كده. لو عايزين تعرفوا نهاية الفيلم وايه اللي هيحصل لروز وبرايت بيل والحيوانات والحريق الكبير اللي موجود في الغابة، اتفرجوا على الفيلم وما تنسوش تكتبوا لنا في الكومنتس عجبكم ولا لا، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس.